عايزه تقولي انت شغاله لحساب مين وبتعملوا ايه بالظبط؟ انا قلت لك حضرتك انا بتسلى وبعدين بجمع الداتا عشان الفيلم اللي كنت قلت لك عليه. داتا؟ اسمعي يا هانم اسمعي، انا هفضل وراكي لحد ما تعترفي عشان البسك القضيه المتينه. ليه بس كده وانا عملت ايه؟ ما هو شوفي بقى يا ماما، اللي لازم تفهميه ان اللي انت بتحفري وراه ده انا لازم اعرفه، لان لو ما عرفتوش هيروح مستقبلي. ما اصل انا وعدت القيادات بتاعتي ان انا خلال 3 ايام اقول لهم اي حاجه، فارجوكي بقى خلصي نفسك وخلصيني. بص يا فندم، انا مش هتكلم الا في دور المحامي بتاعي. المحامي ايه؟ يا سلطان يا سلطان. عمر باشا، اسمع يا سلطان، قولي بقى الجمله الاخيره تاني كده. مش هتكلم الا في دور المحامي بتاعي. الله العظيم. لازم كلنا ندخل معاه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ يعني ايه؟ يعني كلنا لازم نتحبس معاه. اكيد انا لا طبعا. لا يا اروى، انت هتتابعينا من بره. ماشي. طب ممكن احكوك انا كمان اتابعك انا كمان من بره، يعني عشان يبقى في سيطره كده وبتاع لا يا عبدو لا، انت بالذات لازم تكون معانا جوه. انت وش اجرام يا عبدو، وهنحتاجك جوه لان ده ملعبك. وأنا يا أصدقائي إذا ذهبت إلى السجن بهذه الحالة لن تأتي الأمور على خير. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا أرشميدس. يا ارشميدس يا ارشميدس يا ارشميدس. عاجبك كده؟ الواد ده فعلا لو دخل السجن كل المساجين تقريبا هيهربوا عشان خاطر وشه، وهنبقى احنا بس اللي في السجن. لا ما تشغلش بالك، انا هظبطه هتصرف. هل أنت؟ بقول لكم يا جدعان، هي الشيخة عايزة من الواد ده ايه؟ لا ده الدراويش، اوعى اصلا ايه يا جماعه، احنا هنفضل كده كتير؟ شكلنا عمرنا ما هنوصل لحاجه. ارواح.